ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده الفيديو بتاعنا عن الاستيكرات. هقول لكم انواع الاستيكرات والغلطات اللي بنغلطها وطريقه الاستخدام واللزق بتاع الاستيكر وازاي نفكه وكل حاجه عن الاستيكر. بصوا بقى، اول حاجه انا هنا الاستيكر ده اللي هو عامل زي الكيس، مش حراري خالص. ده عامل زي الكيس الحراري، بيبقى الظهر بتاعه فويل، انما ده الظهر بتاعه لونه ابيض. زي الكيس كده اهو، شايفين الملمس بتاعه عامل زي الكيس ولونه من ورا ابيض. ومن قدام بيبقى مرسوم، بس انا اول غلطة فيه ان هو لو غسلتيه بمية الرسمة بتطلع وبتروح منه. تاني حاجة ان هو عامل زي الكيس، فلما بتيجي تطلعيه بيسيب اثار، وطريقة فكه صعبة جدا جدا. بالنسبة بقى لو في حد مثلا جابه وخلاص غلط ولزقه كل حاجة زي حالاتي، طريقة فكه ان هو بالاستشوار. لو عندك استشوار اعملي بيه، هيطلع معاكي. تمسكي من اول جزء كده في الركن وتطلعي كده، تسخنيه كويس جدا 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 وتسحبي هيطلع. انا ما عنديش استشوار، الاستشوار بتاعي مش بيطلع هوا سخن، بايظ شوية. فجبت المكوة طبعا بتطلع البخار هي ونايمة لما باجي اكوي، انما هي واقفة مش راضية تطلع بخار. جبت بقى فوطة او قماشة مبلولة تكوني مش عايزاها عشان هتتحرق معاكي، فتكوني مش عايزاها، تكوني هترميها بعد كده. حطيتها بلتها وحطيتها قدام المكوة وبقيت بسخن بيها، ودي الطريقة اللي طلع بيها معايا. وعايزة اقول لكم ان هو سيء جدا جدا. لو هتجيبي الستيكر ده ما تلزقهوش، ما تشيليش الورقة اللي من ورا وتلزقيه، لا الزقيه بشمع او بدبل فيس كده، قطع دبل فيس، عشان القطع دي لما تيجي تشيلي القطع دي بس، وما تتعبكيش. يبقى هتتعبي في حاجات صغيرة جدا، في حاجات بسيطة جدا، مش هتتعبي في الستيكر كله. وبصوا، عايزه اوريكم ان انا حتى بعد ما غسلته برضو في اجزاء كده، وفضلت اعمل بالسكينه. عايزه اقول لكم بقى ان زي ما بقول لكم، اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي. فانا قلت اي ستيكر هجيبه مش هلزقه الا لما ابقى متاكده ان هو لزقه سهل وفكه كمان سهل. الاستيكر اللي هو الحجري ده، بالنسبه للستيكر اتكلمنا عن الاستيكر اللي هو اللي عامل زي الكيس والظهر بتاعه لونه ابيض. انما في ستيكر اللي هو الرسومات الاندلسي ومن في الظهر فويل حراري. دي حلوه جدا، دي زي اللي هي الرخام الابيض، او زي الرخام الاسود، زي الستيكر الرخامي اللي هو اللي على اسود، اللي الناس كلها بتحطها على الرخام. تمام. نازل منه الاندلسي ده برضو حلو جدا. بصوا بقى الفوم ده، الستيكر الحجري الفوم، انا حاساه من ورا عامل زي يعني لما شلت الورقه البني دي لقيت من ورا عامل زي الفوم كده، عامل زي الدبل فيس. فالدبل فيس لما بنيجي نلزقه في البلالين في اعياد الميلاد بيطلع عينينا. فانا يعني استحاله هلزق كل الستيكر. استحاله هلزق كل الستيكر بالطريقه دي. اللي هو ان انا اشيل كده الورقه اللي من ورا والزق كل بقى الستيكر يتلزق كويس جدا مع السيراميك، بس هيبقى صعب جدا في فكه. فانا عايزه حاجه استريح معاها، ولما اجي اغيرها تبقى سهله معايا في التغيير وما تتعبنيش. يعني وقت ما احب اشيله يبقى سهل، وما يعني ما يتعبنيش كده في الشيل بتاعه، زي ما الستيكر بتاع الكيس ده تعبني. ده بالنسبه للستيكر بتاع الكيس. وبالنسبه للستيكر بتاع الفوم الحجري، بالنسبه للستيكر اللي كان على المطبخ اللي هو الحراري، اللي هو بتاع الرخامه ده والادراج، ده بيبقى خشن شويه. هو حلو جدا، هيعيش معاكي كل حاجه، بس عيبه ان لزقه ضعيف، ويعني ضعيف. يعني لو حطيتيه على الحيطه حاجه فيها استخدام انت بتغسلي كده ممكن يفلت معاكي. يعني انا حاطه جزء على البوتاجاز ولازقاه بشريط لحام، وجزء هنا على الجزء بتاع الفيشه حطاه كده، ولازقاه برضو بسولوتيب شفاف اللي هو بتاع الفلوس. واللي كان على المطبخ كنت مدبساه بدبابيس بتاعه الخشب، او دبابيس الدباسه دي بتاعه الخشب. تمام. فهو لزقه، بالنسبه للزقه اللي هو الستيكر اللي هو الخشن ده شويه، اللي هو الحراري الخشن اللي بيتحط في الادراج، ده خشن شويه. ده اللزق بتاعه ضعيف، بس بيتشال معاكي بكل سهوله. يعني لو عايزه تحطيه في الحيطه حطيه، بس الزقي الاطراف بتاعته برضو حلو. يعني انتي الزقيه، شيلي الورقه اللي من ورا والزقيه، هتشال معاكي بكل سهوله، ما بيسيبش اي اثر ولا بيتقطع ولا اي حاجه. حلو جدا وقوي جدا، بس ممكن يفلت معاكي بكل سهوله. فانتي زياده تاكيد الزقي بشمع زياده على الصمغ بتاعه. تمام.
بس بالنسبه للستيكر اللي هو الخشن اللي هو الحراري. بالنسبه بقى للستيكر اللي هو الرخامي اللي هو حراري، اللي هو الرخامي اللي هو الظهر بتاعه فويل وهو ناعم على شكل الرخام الابيض. في منه ابيض وفي منه اسود. ده حلو جدا بس لزقه برضو ضعيف. بالنسبة لإيه ضعيف؟ بالنسبة للخشب. يعني أنا عندي هنا في المطبخ بالنسبة للخشب، لأن ده كان خشب أبلكاش، أنا حطيته على الخشب الأبلكاش. إنما لو هتحطيه على المطبخ من بره حلو جدا، بس برضو تقريبا ضعيف شوية، يعني لو شلتيه كده هيتشال معاكي بكل سهولة. فهو مش محتاج خشب يكون فيه تنايات او انحناءات، لا عايز خشب مسطح على طول عشان يلزق عليه وما يبقاش فيه احرف كده متنيه ولا حاجه يطلع منها. لما لو فيه اجزاء كده متنيه والضرفه كده جايه بميله شويه او دائريه شويه هيطلع منها الستيكر ومش هيلزق كويس، هيبقى اللزق بتاعها ضعيف. انما لو الحاجه مسطحه على طول هيلزق معاها كويس، لان مش هيبقى فيه فرصة ان هو يتفرد كده ولا يتني ولا اي حاجة ويطلع. مش عارفة الفكرة واضحة ولا لا، بس انا هوضحها لكم في المطبخ كمان في الفيديو بتاع المطبخ. تمام. ده كده اتكلمنا عن الستيكر بتاع الكيس اللي هو عامل زي الكيس ده اللي ظهره ابيض، واتكلمنا عن الستيكرات اللي هي بتاعت الاندلسي الحراري دي برضو حلوة جدا، لزقها حلو جدا وشيلها حلو جدا، زيها زي اللي هو الستيكر الرخامي الابيض والاسود. تمام. ظهرها فويل، دي حلوه جدا برضو. بالنسبه للفوم انا قلت لكم هو حلو جدا بس اللزق بتاعه قوي جدا فهيتعبك لما تيجي تشيليه، فالزقيه بالطريقه دي بالشمع اهو زي ما انا بعمل كده، والزقي على الحيطه. وقت ما تحبي تشيليه هتشيليه كده بكل سهوله، تجيبي كده سكينه او حاجه كده زي بتاعه قطعه البسبوسه وتبداي كده من الحرف هيطلع معاكي بكل سهوله. اللي عايز بقى يجيب ستيكر يكون سهل في الحط وفي الشيل والحاجات دي، يا اما يجيب اللي هو زي الرخامي ده ابيض او اسود، او يجيب الحجري اللي زي بالشكل ده للحوائط ويلزقه بالطريقه دي عشان يبقى سهل معاه التغيير، يا اما يجيب اللي هو الخشبي ده اللي هو عامل زي الورق، او اللي هو رسمة الاحجار اللي هو الحجري برضو بس على هيئة ورق مش على هيئة فوم. الاستيكرات دي حلوة جدا في لزقها وفي شيلها. يعني الحراري حلو واللي هو عامل زي الورق ده حلو، هتجيبيه هيعمل معاكي ديكور حلو وهيبقى حلو في لزقه وهيبقى حلو كمان في شيله، مش هيتعبك خالص وهتعرفي تجددي وتغيري فيه وتنوعي زي ما انت عايزه. طريقة اللزق بقى بتاعة الستيكر بتقطعي الأول بتقلبي الستيكر الأول علشان من ورا تاخدي المقاس، عشان لما تيجي تقطعي بكل سهولة على الخطوط اللي معمولة، عاملين خطوط من ورا عشان لما تيجي تقطعي ما تقطعيش كده في الوش وتقولي هاخد المقاس، لا تقلبي الفويل وتقطعي منه، هيبقى سهل معاكي وحلو جدا. دي بالنسبة للطريقة بتاعته، وحد يمسك معاكي علشان لما يلزق ما يتشالش معاكي ويتبهدل كده ويبقى جزء وجزء. يعني لزقه حلو جدا، بتشيليه وتلزقيه تاني بكل سهولة حلو جدا. عايزة اقول لكم لو على الظرف بتاعة المطبخ من بره وهي متساوية هيلزق حلو جدا. يعني الجزء اللي في الجنب اللي ناحية البوتاجاز ناحية ايدي دلوقتي كان في جزء نازل لتحت ماسك على ضرفة على جنب المطبخ، حلو جدا لزق كويس جدا وحلو قوي. هو ما بيلزقش على الابلكاش لان الابلكاش مسامه خشنة شوية فمش هيلزق فيها، هو عايز سطح ناعم. يعني الستيكر الرخامي ده والحراري والحاجات دي عايزة سطح ناعم. تمام عشان تلزق معاكي كويس جدا وهتبقى سهلة في الطلوع، يعني لما تيجي تشيليه وتغيريه هيبقى سهل معاكي جدا وحلو مش هيسيب اي اثر. الستيكر الوحش اللي هو عامل زي الكيس ده اللي ظهره ابيض اللي فيه رسومات كتير بس من ظهره ابيض، ده اللي وحش محدش يجيبه خالص، هتتعبي جدا لما تشيليه. يا اما لو انت اضطريتي ان انت جبتيه او مثلا هو لقيتيه رخيص وعايزه تجيبيه هو، خلاص هاتيه يا ستي بس الزقيه بطريقه الشمع، ما تشيليش الورقه اللي من ورا وتلزقيه بالصبغ، لا تخليه زي ما هو وتلزقيه بالورقه بتاعته بالشمع كده على الاحرف، هيديكي برضو شكل حلو وتجديد حلو. ولما تيجي تشيليه بقى هيبقى سهل معاكي ومش هيتعبك خالص. ده بالنسبه للاستيكرات، اتمنى يا رب ان انتوا تكونوا استفدتوا ولو بحاجه بسيطه. بصوا انا هنا برضو اهو اللزق ضعيف، كنت بزود زياده تاكيد بالشمع. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم.
وانا عملت الفيديو ده علشان تشوفوا بس يعني ايه الاخطاء اللي بنقع فيها وتستفادوا. ولو عندي فكرة مثلا ممكن تستفادوا بيها او تفيدكم في اي وقت، او حد مثلا اضطر ان هو خلاص جاب ستيكر اللي هو عامل زي الكيس ده وخلاص جابه مش هيعرف يرجعه او حاجة زي كده، يبقى عنده حل ان هو يلزقه بالشمع، وفي تصرف بقى ايه يتصرف فيه كده، وعشان بدل ما الحاجة خلاص تبوظ وتترمي. ده كده كان الشكل النهائي. عايز اقول لكم كويس جدا حلو. كفايه عندي ان هو كله سطح واحد مستوي. ده انا جددته عشان خاطر الموضوع ده بس. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوش لو اول مره بتشوفوا قناتي تشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واستنوني في فيديو جديد، ولايك وشير للفيديو. باي باي.